ونعم بالله. والله كلامك هداني يا كازانوفا وخرجني من عصبيتي، بس بجد اللي بيحصل كتير وكتير قوي كمان. طب فهمني واحدة واحدة بقى ايه اللي بيحصل. شوف يا سيدي، انا انسان ربنا انعم عليه باكتر من موهبة، يغني ويلحن ويكتب، والناس بتقول ان عندي حضور كمان، وبعمل حاجات كتير في الروم والناس بتحبها جدا كمان. والغريبة بقى ان معايا مجموعة ادامي في الروم انا ماليش اي كلام معاهم، وبالرغم من كده بيكرهوني بدون اي سبب. ادخل اعرض حاجة يسيبوا الروم ويمشوا، وقبل ما يمشوا يقولوا كلام متغطي يحرق الدم. بكتم عصبيتي واكمل اللي بقدمه، لكن لما توصل انهم يتكلموا عليا ويفتروا عليا في غيبتي ويقولوا كلام ما حصلش عني، ده اللي يعصبني بجد. لا حول ولا قوة الا بالله. ده بدل ما يشجعوك ويساعدوك، مش انت وهم في نفس الروم، يعني في نفس المركب، واي شغل بيتعمل في الروم ده حاجة تطوعية بتعلي البيت اللي مجمع الكل وتخلي شكله حلو قدام الناس، عشان كل اللي فيها يتباهوا بانهم منها ويساعدوك كمان لو قدروا. قول لهم يا كازو انا عصبي بس مش بعرف اكره حد او نفسن من حد، وبتعامل مع الكل بذوق واحترام، وده اللي بيعصبني. جزاك الله خيرا على شعورك الطيب، بس برضو انا ما فهمتش انت عايزني في ايه بالظبط. عشان ما اطولش عليك ولاني هتجنن وعايز ارتاح، اقول لك في بنت دخلت على اونر الروم وقالت له ان 3 من الروم كانوا بيكلموها وقالوا اني بستغل كوني ادمن في الروم وبطلب بإمات من البنات، واللي ترفض بديها رد ويا باونس كمان، واني بحاول اظبط لكل بنت تدخل. قال يعني بينصحوها وخايفين عليها مني، ومنهم اللي قال انه بيكرهني وده مقدور عليه وخلاص اتعودت عليه كمان، ومنهم اللي مش عايز يكلمني وده هو حر فيه. برضه انا ولا فاهم حاجة. ما انا جاي لك في الكلام اهو. البت لما دخلت على الاونر كتبت الكلام ده كله ورا بعضه وقالت اسامي ال3 دول، لكن لا انا ولا هو عرفنا مين اللي افترى، وقال عليا اني بعمل كده مع البنات اللي بتدخل، وبعدها قفلت الBM وقالت مش هتدخل الروم عندنا تاني ومشيت وما دخلتش من ساعتها. ولما الاونر حكالي اللي حصل وجاب لي الBM كوبي بعد ما كلم ال3 وانكروا، قلت له انا هقول لكازانوفا انه يحقق معاهم ويعرف هو مين. والاونر صدق الكلام ده عليك؟ لا ما صدقش ولا كلمة طبعا، لانه عارفني كويس. بالعكس هو عايز يعرف مين اللي قال كده، لانه بكده بيشوه الروم اللي فيها فيبعدوا عنها، وانا عايز ااكد ان ده ما حصلش برضه. طب مين ال3 دول؟ اول واحد نيمو غلاوي، وده اجارك الله اي حد يطلع يعمل اي برنامج ناجح يقلب عليه الدنيا بعد كده، ويشوف نيمو بس دخل الروم يسيبها ويمشي فورا. وده انا ولا عمر اتفتح معاه BM ابدا ولا حتى ورد على تكست. التانية نيمها من نفسنا، ودي ما بترحمش، لو ما لقيتش حد تتنفسن عليه تتنفسن على نفسها. اول ما دخلت الروم كانت بتتعامل معايا عادي وكله على التكست، ويدوب عملت كام برنامج ونجحوا اتقلبت على الوش التاني. تشوفني في الروم هقدم حاجة تقول برب ومعاها مجموعة من اصحابها وراها. والتالت نيمو الحاقد، وده ما شاء الله يديك عين يجيبك الارض، وكل ما حد يعمل برنامج كويس يتفه فيه ويسطحه، والغريب ان يقلده بعد كده. واول ما دخلت الروم حب يجيبني في التجمع بتاعه، قلت له انا بقدم شغلي وبس، وكان الرد عليا بلوك من وقتها. طب يا استاذ عصبي انا كده فهمت اللي حصل، وان شاء الله هحاول اكلمهم واعرف لك مين اللي عمل كده. تجمعات وتكتلات واحزاب، ايه ده؟ هو النت كمان اتقلب لحرب؟ هو احنا مش بندخل نقضي وقت بين الاخوات والاصحاب، ولا بندخل ندور على معارك يا كازو؟
النفوس الضعيفة كتير يا حبيبتي، وفي ناس بدل ما تحاول تشوف الناجح ده نجح ليه وتحاول تدور جواها على موهبة وتبرزها هي كمان، توظف عقلها في انها تهد النجاح ده زي اللي بيهد المعبد كده، وناسي ان النجاح ده مش بس لصاحبه، لا ده للمكان اللي الكل متجمع فيه، يعني هو كمان بيجني ثمار النجاح دي. طب يلا اتكلم مع الناس دي وحاول تساعد العصبي. انا سمعت له اكتر من برنامج وبجد بجد هو موهوب جدا، خسارة بجد انه يحبط ويبطل. اكيد يا ديدي. وادي غلاوي رد عليا، تعالي نشوف بقى هيقول ايه. مين يا اخويا؟ العصبي؟ بقولك ايه، لا العصبي ولا بتاع، انا لا فايقلك ولا فايقله. بالله عليك، ده اسلوب حوار مهذب بينك وبين الناس، لو حد كلمك بالاسلوب ده هتقبله؟ يا ريت تكلمني زي ما تحب ان الناس تتكلم معاك. ماشي يا عم الفيلسوف، ولو اني مش فضيلك عايز انهي اللي بعمله قبل ما الفنان يدخل الروم ويعمل البرنامج بتاعه علشان اعمل بريب كالعادة. المهم العصبي ده واحد واخد قلم في نفسه مش اكتر، مفكر انه موهوب وبيعمل حاجات حلوة وهو سخيف ومفتعل. ابسط دليل على كلامي اني ولا بعبره بحرف، لا على البي ام ولا على التكست. ها ارتحت كده؟ سيبني بقى الله يخليك علشان الحق اكت. تلحق ايه؟ تلحق تكت؟ هو ده دورك كأدمن في الروم انك تكت مع كل برنامج لأي حد؟ هي دي المسؤولية والأمانة اللي إدارة الروم اديتها لك؟ لا ونعمل أداما بجد، والأمانة كمان. وادي بنفسنا ردت، اما نشوف هتقول ايه. عندك انت نسيت اتفقنا ولا ايه؟ انا اللي هتكلم معاها. لا ما نسيتش، اتفضلي يا حكومة. انتوا ازاي تتهموني بحاجة زي دي؟ لا معلش، انا مش هتكلم في الموضوع ده اصلا. وما تتكلميش ليه؟ لو فعلا انت عارفة ان الكلام ده ما طلعش منك تتكلمي، ومن اداب الحوار انك ما تهربيش من اي مناقشة ما دمتي صح، الا لو كان على راسك بطحة بقى. بطحة؟ لا يا حبيبتي، لا بطحة ولا خلاف. هو عندي زي غيره، يقدم اللي يقدمه ويعمل اللي يعمله ويظبط ولا يتنيل، هو حر، كل واحد على النت حر يعمل اللي هو عايزه. هو حد جبرنا اننا نفتحه اصلا؟ اما برامجه فهي عادية ومش بيفرق معايا اسمعها او لا، وجوده في الروم اصلا لا يعنيني، يقعد يمشي ولا تفرق معايا. انا معايا الناس بتاعتي، واظن لغاية كده انتهى الكلام. الناس بتاعتك؟ انت كمان اتملكتي الناس؟ كازو ايه ده؟ لا دي حرب فعلا، مش نت وروم ووقت بنقضيه مع بعض كاصحاب واخوات. فعلا دي بقت ولا الحرب مش روم ونت، ربنا يهدي الجميع. وادي الحق رد عليا. نعم يا سيكازو، انت سايب النت كله وجاي تكلمني عن الانسان ده؟ انا ولا عايز اسمع اسمه اصلا. ممكن؟ وليه مش عايز تسمع اسمه؟ هو زعلك في حاجة؟ وده مين ده عشان يزعلني؟ انسان تافه وبرامجه اتفه منه ومستهلكة، وانا بعمل احسن منها 1000 مرة. كفاية انه على طول بيقلدني وبيقلد كل اللي بعمله. ده على اساس ان حضرتك بتغني وتلحن وتعمل اللي هو بيعمله؟ ها؟ لا انا مش بغني، بس لو عايز هغني. هو الغنى دلوقتي بقى مشكلة؟ ما اي حد ممكن يغني، بس كفاية قوي ان لما بطلع المايك الروم بتعلى، وهو لما بيطلع وانا بمشي انا والناس بتاعتي مش بيلاقي حد يسمعه، ولو ان هتجنن برضه بعدها الروم بتعلى معرفش ازاي، سبحان الله. ولو ان اصحابه قليلين قوي مش زي الحزب اللي معايا، لكن انا وراه لغاية ما دمره وأحر.